عاجل. حذر 4 ضباط من كبار الجنرالات الجزائريين الرئيس عبد المجيد تبون من أي مغامرات عسكرية ضد المملكة المغربية، مؤكدين له بالحرف الواحد أنهم ضعفاء للغاية من الناحية الاستراتيجية وبدون خبرة، في حين أن المغرب يمتلك قوة عسكرية متميزة وقادرة على تدمير الصناعة النفطية الجزائرية في غضون أيام قليلة فقط. وأضافت صحيفة إسبانية أن جميع الجنرالات الذين قدموا هذه النصيحة قد فارقوا الحياة الآن، مشيرة إلى أن المملكة المغربية كانت على دراية تامة بضعف الجار الشرقي وجيشه من الناحية الاستراتيجية، وأنها لم تكن بحاجة إلى صحيفة إسبانية للتأكيد على ذلك. وأكدت الصحيفة أن المخابرات المغربية هي الأقوى في المنطقة ولديها اختراقات داخلية في العديد من الدول، بما في ذلك الجزائر، حيث تعرف كل صغيرة وكبيرة عن النظام الجزائري. وعلم المغرب جيدا أن الجيش الجزائري لا يملك سوى الشعارات الفارغة والتباهي بالقوة التي لم يحققها إلا في خيالهم. وتفاخر الجزائر دائما بعدد ضحايا الاستعمار الفرنسي، رغم أن شعارات المليون شهيد لا تمثل سوى أكذوبة أطلقها بومدين في محاولة لتكريس أساطير وهمية حول تاريخها العسكري. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن خطوات جديدة يتخذها المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية، خاصة في ظل سياسة التسلح التي يتبعها جيرانه، خاصة الجزائر التي بالكاد نشرت منظومة صواريخ روسية على الحدود المغربية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عرضت على المغرب التعاون التقني للحصول على تقنيات عسكرية جديدة تستخدم في المقاتلات الحربية، مما يمكن المغرب من بناء غطاء جوي لحماية نفسه من تهديدات مثل صواريخ سان 5 التي غالبا ما تكون بحوزة ميليشيات مسلحة وتزود بها الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية. وفقا للمصادر، فإن المملكة المغربية مرشحة للاستفادة من هذه التقنية الجديدة لمواجهة الصواريخ الأرضية عبر استهداف منصاتها انطلاقا من مقاتلات F-16، وهو جزء من خطة لتعزيز الدفاعات المغربية في الصحراء المغربية.